لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع. هات قهوتك وتعالى رسي باب قلبي. كلكم شفتوا في رمضان كنت نايمة لا بيا ولا عليا، وعربيتي اتخبطت قدام البيت زي ما انتوا شايفين كده. وقتها كنت غضبانة جدا ومتضايقة، وقعدت أقول يا رب 50 عربية في الشارع مفيش إلا عربيتي، يا رب ده أنا لسه عاملة خير امبارح ودبحة ومش عارفة إيه يحصل لي كده. وجاتني نوبة غضب رهيبة رهيبة، مع إني ده مش طبيعي، بس حاسة بضيق كده في صدري يعني. بعد كام يوم العربية اللي قدامي على طول، يوم ما العربية اتخبطت توتال لص، اللهم احفظنا وعافينا يا رب ويعوض عليهم، اتعجنت والونش جابها حطها لهم قدام البيت، والحمد لله محدش حصل له حاجة، بس العربية راحت. حسيت بغلطتي وقتها، وحسيت إني معرفتش قيمة اللي ربنا عمله معايا، وإن الخير اللي أنا عملته قبلها كان رحمة ليا وخفف من المصيبة اللي كانت جايالي، وجابها على قد ما أنا كنت أستحملها. ففهمت إن قضى أخف من قضى، وإن ربنا افتكاره لينا رحمة حتى لو في الابتلاء. واستغفرت وحمدت ربنا وقلت الحمد لله، افتكارك لينا رحمة. رسي